يا سيد السادات يا باب الحمى، يا من على الرسل الكرام تقدما، عليك صلى ذو الجلال وسلم، ودعاك مأمونا على وحي السماء. قيل للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما لنا لا نرى لك خيالا على الأرض. فأجاب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال: من كرامتي عند ربي لم يجعل لي خيالا على الأرض حتى لا يطأه أحدكم بقدمه. هيا بنا إخوة الإيمان نطوف سويا في بستان العلم، المكان مليء بالسادة العلماء والذين شرفونا من كل مكان لتقديم واجب العزاء لأسرة ولعائلات آل حامد الكرام. فنطوف سويا في بستان العلم لنقتطف زهرة من زهرات سنة الحبيب المصطفى مع العلم والعلماء، مع ورثة الأنبياء، مع هذه الكلمة الطيبة فضيلة العالم الجليل والمتحدث البليغ فضيلة الشيخ عادل فضالي. أدعو فضيلته لمنصة الكلمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، حمدا طاهرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والكبرياء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض على ماء جمد، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، أمره بين الكاف والنون، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، يعز من يشاء ويذل من يشاء، ويعطي من يشاء ويمنع من يشاء، ويغني من يشاء ويفقر من يشاء، ويصح من يشاء ويسقم من يشاء، ويحيي من يشاء ويميت من يشاء، بيده الخير إنه على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وأسوتنا وقائدنا وشفيعنا ومعلمنا سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأزواجه وذريته عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. يا رب، يا رب نسألك بقدرتك على كل شيء وعلمك بكل شيء أن تغفر لنا كل شيء ولا تحاسبنا على شيء. كما نسألك يا ربنا أن تعاملنا برحمتك ولا تحاسبنا بعدلك، فإن حاسبتنا بعدلك هلكنا وإن حاسبتنا برحمتك نجونا. ثم أما بعد، في المكان من هو أفضل منا علما وخلقا، علماء أفاضل، ولكنهم آثاروني على أنفسهم من باب العلم رحم بين أهل. قبل أن أبدأ حديثي أطلب
من حضراتكم أن تعيروني أسماعكم وأبصاركم، فليس هناك أجل ولا أعظم ولا أهم ولا أغلى من كلام رب العالمين ومن هدي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. بداية نقرأ الفاتحة على روح الوالد الراحل الحاج محمد حامد، وعلى روح راحلنا الكريم الذي فارقنا في هذا اليوم، لهم منا ثواب الفاتحة. من أقوال تعلمناها من الراحل الكريم معلمنا الفاضل فضيلة الحاج محمد حامد، أبدأ بها حديث. حينما علمني هذه الحكمة من أقوال الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: والله لو صلى أحدكم حتى انبرى من تحت جبهته الحجر، وتصدق من ماله حتى أغنى من افتقر، وقام وصلى واستغفر حتى وقت السحر، وصام الدهر كله حتى أضحى كالوتر، ثم جاء يوم القيامة ولم يؤمن بالقضاء والقدر، ساقته الملائكة إلى النار وقالت: ذق مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. والله لو صلى أحدكم حتى انبرى من تحت جبهته الحجر، وتصدق من ماله حتى أغنى من افتقر، وقام وصلى واستغفر حتى وقت السحر، وصام الدهر كله حتى أضحى كالوتر، ثم جاء يوم القيامة ولم يؤمن بالقضاء والقدر، ساقته الملائكة إلى النار وقالت: ذق مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. في وصية من أخ فاضل طلب مني أن أتحدث عنها في هذه الدقائق القصيرة. كنا بدأنا الحديث فيها من فترة، فقال: أنت لم تكمل الحديث في هذا الباب، وهو باب السحر وباب دخول الجن في جسد الإنسان. أهذه حقيقة أم ليست حقيقة؟ في عجالة سريعة لنا حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتت فحمة العشاء فكفوا صبيانكم وأغلقوا أبوابكم وأوكوا سقاءكم وغطوا إناءكم وأطفئوا نار بيوتكم، فإنها عدو لكم، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا ولا يكشف غطاء ولا يحل وساقا. الحديث لما تقرأ ما تفهمش معناه إلا إذا اتبعت تفسير العلماء الأفاضل. فبتفسير هذا الحديث نفهم كلام النبي
صلى الله عليه وسلم. إذا أتت فحمة العشاء معناها إذا حل الظلام غربت الشمس وأذن المغرب. إيه الأمر الأول من سيدنا النبي؟ فكفوا صبيانكم، أدخل أولادك أو أطفالك البيت. الأمر الثاني أغلق الباب. الأمر الثالث إن كان هناك شيء فيه ماء بلا غطاء فلتغطيه. الأمر الرابع إن كان فيه إناء فيه طعام بلا غطاء فغطيه، وإن لم تجد غطاء فاعمد عليه بعود. الأمر الخامس إن كانت هناك نار في البيت فأطفئها قبل أن تنام لأنها عدو لك، لأنه في عهد النبي ترك رجل نارا موقدة ونام، فأتت فويسقة أي فأرة تجر خيطا أو فمرت على هذه النار فاشتعل الفتيل فحرقت هذه الفأرة البيت على أهله وماتوا جميعا. خلي بالك من كلام سيدنا النبي. سبت الأطفال وما سمعتش كلام سيدنا النبي. ليه الأمر من سيدنا النبي بيقول إذا أتت فحمة العشاء فكفوا صبيانكم؟ ليه الوقت ده يا رسول الله؟ قال لأن هذا الوقت يأتي الشيطان الأكبر ويجتمع بصغار الشياطين ويوزعهم على البيوت، فربما اصطدم شيطان بطفل فيلتبس بالجن. ألا ده كلام صحيح؟ والله. قال ابن القيم رحمه الله الجن يلبس جسد الإنسان في 3 حالات أو 4. الحالة الأولى إذا سكب العبد ماء مغليا على الأرض دون أن يذكر اسم الله أذى الجن فيرد الإيذاء. تكب مية مغلية على الأرض وما تقولش بسم الله الرحمن الرحيم قد آذيت الجن فيؤذيك. الأمر الثاني أن ترمي بشيء ثقيل من مكان مرتفع على الأرض دون أن تذكر اسم الله فتؤذي الجن فيؤذيك. الأمر الثالث قد يدخل الجن في جسد الإنسان أو في جسد المرأة عشقا لجمال الرجل أو جمال المرأة، وهذا امتحان وابتلاء من الله. الأمر الرابع إن دخلت الخلاء دون أن تذكر اسم الله وتستعذ من الشيطان وتتكلم بصوت أو تصرخ في الخلاء ربما تلتبس من الجن. حقيقة؟ والله حقيقة. خلي بالك منها. الولد بيتعب، أول ما تسمع الأم تحكي إلى جارتها فتقول أنا عارفة الشيخ الفلاني تعالى نوديه اللي بيعالج بالقرآن، ويخرج هذا الشيخ وهو ليس بشيخ إنه ساحر يفعل ما يغضب الله جل وعلا، فينفق الإنسان مالا لهذا الساحر ويظن أنه يضر وينفع، فكل أمر يحدث له من مضرة لا يتذكر إلا الساحر فيسعى إليه ولا يلجأ إلى رب الساحر وهو الله. ونسي كلام سيدنا النبي إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. انت رحت لواحد دجال علشان يصل إلى شيء يصدق، كلما ازداد في الكفر كلما كان الشيطان أشد له طاعة. عشان الساحر يبقى مؤثر كلما ازداد في الكفر كلما كان الشيطان خاتما في إصبعه. طب بيعمل ايه؟
علشان يغضب ربنا ويرضي الشيطان ويبقى الشيطان مطيع ليه. قال ابن القيم رحمه الله: اول شيء يفعله هذا الساحر يلبس كتاب الله في نعليه ويدخل به الخلاء. تاني حاجة يكتب آيات القرآن بالبراز أو بدم الحيض. تالت حاجة يؤمر من الشيطان ألا يمس ماء أو طهورا لمدة 40 يوما، ما يصليش ولا يطهر من الجناب. أخطر حاجة بقى كي يكون الشيطان خاتما في إصبعه، يؤمر من الشيطان أن يأتي أمه أو أخته في الحرام. بالله عليك واحد في الصفات دي أيكون الشفاء على يديه؟ طب سيدنا النبي وضح المسألة وقال: من ذهب إلى عراف أو دجال ليسأله، رايح تسأل بس مجرد سؤال، بطل عملك عند الله 40 يوم. طيب وإن صدق بما قال فقد كفر بما أنزل على محمد. التحصين ضد السحر وضد الحسد علموا لنا سيدنا النبي، بس احنا لا بنسمع ولا بنقرأ. أول حديث في الحصن الحصين الذي يحفظك من الحسد ومن المس ومن الجن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تصبح ب7 تمرات من تمر المدينة لا يصاب بأذى، لا يمسه شيطان ولا يقربه حسد ولا جن. أول كلام من كلام سيدنا النبي: اللي ياكل 7 تمرات على الريق كل يوم الصبح بعد صلاة الفجر لا يصاب لا بالحسد ولا بالجن. تاني حاجة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي عند نومه حفظه الله من الشيطان حتى يصبح، ومن قرأها في الصباح حفظه الله من الشيطان حتى يمسي. ثالث أمر من أوامر سيدنا النبي قال صلى الله عليه وسلم: نظفوا هذه الأبدان وطهروها، فمن نام على وضوء إذا تقلب العبد ونام على وضوء كلما تقلب في فراشه قالت الملائكة: اللهم اغفر لعبدك فإنه بات الليل طاهرا. خامس حاجة المحافظة على صلاة الجماعة وخصوصا صلاة الفجر. فمن صلى الفجر فهو في ذمة الله، لا يمسه حسد ولا شيطان ولا جن. أكتفي بهذا القدر وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يخرجنا من هذا المكان مغفورا لنا، وأن يبدل سيئاتنا حسنات. اللهم انظر إلينا بعين الرضا ولا تنظر إلينا بعين الغضب. اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب ما يقربنا إلى حبك. اللهم فرج كروبنا ووسع أرزاقنا وسدد ديوننا واشفي أمراضنا وارحم أمواتنا وأنصرنا على من ظلمنا. اللهم صب الخير على مصر صبا. اللهم احفظ مصر من الغلاء والوباء والبلاء وسائر بلاد المسلمين. كما ندعوك ربنا أن تغفر لأخينا الراحل وأن تسكنه فسيح جناتك. اللهم يسر حسابه ولين ترابه وأحسن جوابه واحشره مع أحبابه. اللهم لا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره، واغفر لنا وله ولأمة الحبيب. خالص العزاء الحج محمود أبو حامد فضيلة عمي ووالدي الحج فوزي. أهل هذا المتوفى هم أهل. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يلهمني وإياهم صبرا وسلوانا، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
نشكر فضيلة الداعية الإسلامي الشيخ عادل فضالي على هذه الكلمة الطيبة التي هي لا بالطويلة المملة ولا بالقصيرة المخلة، شاكرا لحضراتكم جميعا كل أحد باسمه واجب العزاء. شاكرين واجب العزاء لمعالي سيادة النائب المحترم الحاج لطفي شحاتة، كذلك أيضا سيادة النائبة المحترمة التي نتشرف بها دائما في كل مكان معالي الدكتورة مروة هاشم ومن جاء برفقتها. مشاركين واجب العزاء لجميع عائلات آل حامد الكرام. الشكر موصول لمعالي سيادة النائبة المحترمة التي نسعد بها دائما في كل مكان، النائبة المحترمة إيمان خضر ومن جاء برفقة حضرتها. سامحوني طبعا بالنسبة لي النائبة إيمان خضر ومروة هاشم يعني الشكل بيختلف عليا شوية، ولكن بشكر معالي سيادة النائبة المحترمة إيمان هانم خضر. الشمس يسطع في النهار ضياؤها ويغيب ضوء الشمس عند المغرب، لكن شمس محمد وضاءة عبر الزمان وجدتها لا تغرب. ما البدر في عليائه ما أنجم ظهرت في كبد السماء، ما نورها إلا شعاع بان من نور النبي. فأدم الصلاة على النبي محمد فقبولها حتما بغير تردد. أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد. صلي على طول الزمان وسلمي على سيد الرسل الكرام محمد، صلاة وسلاما يفوقان المسك في طيبه وعطره، عليه وعلى الطيبين الأطهار آل بيته. قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من أكرم ضيفا يعرفه فقد أكرم رسول الله، ومن أكرم ضيفا لا يعرفه فقد أكرم المولى تبارك وتعالى. باسم الوالد حاج محمود أبو حامد عميد عائلات آل حامد الكرام، أشكر حضراتكم جميعا كل أحد باسمه، كما يتقدم بخالص الشكر وجزيل عرفان لمعالي سيادة النائبة المحترمة إيمان هانم خضر ومن جاء برفقتها مشاركين واجب العزاء.